بصوا كده معايا على صور مستر بيست المصغرة. شوفوا الجمال، شوفوا قد ايه هي بتشد اي حد يضغط على الفيديو غصب عنه. كلنا عارفين طبعا ان الصور المصغرة دي هي اكتر من 80% من نسبة نجاح اي فيديو. طب السؤال، ازاي نعمل الجودة الاحترافية دي بالموبايل بس وببلاش من غير ما ندفع ولا مليم؟ طبعا مستر بيست لو تبحث شوية هتلاقيه كان يقول بيدفع 10,000 دولار في الصورة المصغرة. أما احنا النهاردة هنصمم الصورة المصغرة ببلاش وبدون أي فلوس خالص. في الفيديو ده مش هنقضي وقتنا ببرامج معقدة، لا، أنا هوريك الطريقة اللي هتخليك تعمل صورة مصغرة بتجنن. ومش بس بالموبايل، لا كمان واحنا بنستخدم قوة الذكاء الاصطناعي. فالموضوع ده هيخلي تصميمك يخلص في دقايق معدودة وبشكل احترافي جدا. النهاردة هنعمل التصميم مع بعض خطوة بخطوة من جهاز الموبايل. يلا بقى جهز الموبايل بتاعك وركز معايا كويس علشان خلاص يلا نشتغل عملي. اتحرك معايا على الشرح علشان نشوف سحر ال AI في التصميم صور المصغرة. ونبدأ احنا بقى بالشرح العملي. احنا طبعا هنصمم صورة لمستر بيست. كان امبارح عامل فيديو بيتكلم عن انقاذ 1000 حيوان، وكانت الصورة المصغرة بتاعته حلوة جدا متصور جنب اسد وكده. فاحنا محتاجين نعمل الصورة المصغرة دي، بس الصورة الشخص اللي هيكون موجود بيها هيكون انت مش مستر بيست، تمام كده؟ فعلشان نعمل الموضوع ده كله احنا محتاجين اول حاجة نجيب الصورة نفسها. فندخل على اليوتيوب زي ما انتم شايفين، ونروح على البحث ونكتب مستر بيست انقاذ 1000 حيوان، ونبدأ نبحث عن الفيديو اللي هو عمله امبارح. مش هو ده طبعا، ايوه هو ده. ونبدأ ناخد له لقطة شاشة. احنا كده اخدنا للصورة لقطة شاشة، الصورة المصغرة اخدنا لها لقطة شاشة. نبدأ بقى نطلع ونروح على جوجل. دلوقتي احنا محتاجين نكتب في نتائج البحث جيميني. نكتب جيميني، تمام كده؟ ادي جيميني. وطبعا محتاجين نبدأ ونبحث ونكتب في جيميني دلوقتي نفس الكلام اللي انا هكتبه، نفس كل حاجة انت محتاج تكتبها علشان تقدر تنجح. طبعا هو ده التطبيق، انت محتاج لما توصل له تسجل الدخول فيه. انا مسجل الدخول قبلك، بس انت هتضيف الايميل او تعمل المتابعة باستخدام حساب جوجل وتبدأ. فطبعا انا مسجل الدخول فيه، فنبدأ نكبس عليه. فطبعا احنا دلوقتي محتاجين نعمل ايه؟ لما تاخد الصورة المصغرة بتاعة مستر بيست، محتاج انك تقصها وتعملها بحجم 16.9. حتى لو مدة الفيديو ظاهرة مفيش اي مشكلة، كل حاجة ظاهرة مفيش اي مشكلة. تبدأ تدخل بقى وتكبس على علامة الزائد اللي في جيميني، وتضغط على، طبعا جيميني ودينا على الكاميرا على طول لاننا احنا ضغطنا ضغطتين على الكاميرا. في عندك كاميرا، وفي عندك تحميل ملفات، وفي عندك اضافة ملفات من درايف. فاحنا نعمل ايه؟ نكبس على تحميل الملفات زي كده، وهيجيب لك الكاميرا او الملفات او التنزيلات. احنا نكبس على التنزيلات زي كده، ونبدأ نروح بقى على صورة اللي احنا خدناها، صورة المصغرة الخاصة بمستر بيست. ادينا اخدنا الصورة اهي وقصيناها طبعا. ونبدأ دلوقتي نضيف الوصف الصورة اللي احنا عايزينه. دلوقتي احنا نقول له ايه؟ ازيك، عامل ايه؟ قبل ما نضيف الصورة طبعا لازم نبدأ نقول له ازيك عامل ايه. هيرد علينا ويقول لنا لحظة من فضلك، اهلا انا بخير، شكرا لسؤالك، اتمنى انك تكون انت ايضا بخير، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟ تبدأ تقول له ايه؟ تبدأها معاه بالراحة وشوية شوية كده علشان يقدر يلبي لك طلبك. نعمل تحميل ملف، نعمل التنزيلات، ونقوم جايين ضاغطين على الصورة المصغرة الخاصة بمستر بيست، ونبدأ نعمل تم، وبعد كده نضيف الوصف بيها. نبدأ نقول دي صورة مصغرة خاصة بمستر بيست. أنا محتاج إني أعمل الصورة المصغرة ديت صورة ليا، يعني الشخص الموجود في الصورة محتاج إني أشيل راسه وأضيف راسي مكانها، ويكون أنا صاحب الصورة المصغرة. فطالب منك الموضوع ده، هل هتقدر تعمله لي وتنفذ لي طلبي؟
ونبدأ نبعته له زي كده. طبعا هي دي صورة مستر بيست اللي احنا خدناها وكل شيء. هيقول لك لحظة من فضلك، بالطبع يمكن مساعدتك في ذلك، سأقوم بتغيير رأس الشخص في الصورة بعد أن تصبح رأسك البديلة منها. طبعا احنا هنبدأ نعمل ايه بعد كده؟ انا طالب منك صورة لك انت، صورة راسك وليس صورتك كاملة، لا انا محتاج بس صورة راسك. بص نعمل ايه؟ نضغط بقى على علامة الزائد زي كده، نعمل تحميل ملف، ونقوم جايين على التنزيلات، نضغط على التنزيلات ونقوم جايين باحثين عن الصورة اللي احنا خدناها هي دي، ونعمل تم. وبعد كده الصورة اهيت، نبدأ نقول له نكتب له في الوصف هي ديت الصورة بتاعتي، انا محتاج منك انك تشيل لي صورة الشخص او الرأس بتاعت الشخص الموجودة في الصورة وتضيف لي الرأس دي مكانها، ومحتاج الصورة تكون بحجم 16.9 بالعرض، مش تاخدها بحجم الصورة اللي انا هديها لك، لا بنفس الصورة الاصلية اللي انا قدمتها لك، تغير لي الرأس فيها وبس كده. طبعا انت لازم تفهمه زي كده، علشان لو ما فهمتهوش هيديلك الصورة بحجم الصورة اللي انت اديتها له. يعني انت اكيد هترفق صورة راسك مربعة او مستطيلة او كده، فهو هيديلك بنفس الحجم. فانت علشان تبدأ سليم من الاول اعمل زي ما انا بقول لك، بعد كده تقوم جاي باعتها له زي كده. ممكن يقدمها لك وممكن لا. طبعا انا محتاج صورتك زي كده تكون صورة شخصية ليك، قصرها على قد ما تقدر لغاية ما تقدر انك تطلعها بنفس الصورة ديت كده. بص الصورة دي قد ايه، هو ممكن يديها لنا بالحجم ده كله، بس احنا مش محتاجين الحجم ده كله، احنا محتاجين غيرها. هيبدأ يقول لك لحظة من فضلك، فاحنا طبعا نضطر نستنى عما يخلص، لان دي بتاخد عملية طويلة كمان حسب مدة النت، ونبدأ نشوف هيدينا ايه. طبعا بصوا دي قام ادينا ايه، ادانا اليك الصورة المصغرة بعد التعديل، اداها لنا مش بحجم 16.9، الصورة غلط كلها. نبدأ نقول له ايه، يا صديقي انا محتاج صورتي انا مكان رأس مستر بيست الشخص، والصورة تكون بحجم 16.9 صورتي اللي انا قدمتها لك. واهم حاجة ركز على حجم 16.9 لانها لليوتيوب، وكمان ركز على التعديل ارجوك. بص بقى هيحصل معانا ايه بعد ما احنا هنديها له. بص بقى بيقول لك لحظة من فضلك. بص بقى هنا لما قلت له نفس الكلام، بص قام ادانا الصورة زي ايه، فادانا الصورة المناسبة بنفس الراس بنفس كل شيء. فطبعا اتمنى تكونوا استفدتوا من توضيحك في الشرح، واللي عنده اي سؤال او اي استفسار اتمنى يكتبه لي في التعليقات، وقول لي بقى هل انت شايف الصور اللي زي كده كويسة ولا الصور انك تصورها من نفسك. طبعا زي ما قلت لكم انه مستر بيست كان بيقول انه بيدفع على الصورة اللي زي كده بحدود الكام، بيدفع على الصورة اللي زي كده 10,000 دولار كصورة مصغرة. انتوا متخيلين قد المبلغ؟ فلا على قد ما المبلغ كبير جدا على قد ما هي فعلا تستاهل. عملناها بكام؟ ب5 6 دقايق بس كنا منشئين واحدة، ما بالكم كل مرة هنقدر ننجح. بالتوفيق للجميع. لو استفدت ما تنساش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد أول بأول من منصة رمز الفكرة، المنصة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير الذات، النجاح المالي. نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي باي.